احلى فراخ مشوية دي ولا ايه؟ طريقة سهلة وبسيطة خالص يا جماعة. الفراخ دي كانت محطوطة في الحلة كده زي ما هي، زي ما انتوا شايفين كده في الصينية نية. ماشي، مكانتش ايه، مكانتش مسلوقة، بس انا ساعات برضك بعملها مسلوقة، احطها كده برضك في الحمالة ديت وبحطها في الفرن تشوي. ماشي، بس بتبقى صراحة الاطعم اللي هي بتبقى ايه لما تكون نية. تتبليها طبعا بصل مبشور، طماطم، ضربته في الكبة بصراحة، حبة سكر، حبة ملح، حبة فلفل أسمر، وحبة خل، وتدلكي بيهم الفرخة وتعمليها فتحات من جوه من تحت الجلد كده، وتحشيها من الصدور بالزيت والوراك عشان ايه طعمها معاكي. ولو عندك حوايج بقى عايزة تحطيها في الصينية كده من تحت تحطيها هتستوي. ماشي، هيتبقى معاكي شوية تتبيلة تحطيهم من تحت في الصينية، وتزوديهم حوالي كوبايتين مية. اول ما تدخليها في الفرن هتدخليها على نار عالية كده حوالي نص ساعة على الشبكة. الشبكة مش هتبقى في النص لان الفراخ طويلة، الشبكة هتبقى في اخر ايه، في اخر صف من تحت. ماشي، عشان تكفي معاكم الايه دخول الفراخ تحت. هتسخني الفرن كويس، هتدخليها نص ساعة على نار عالية، وبعد كده تهدي النار سيكة، وبعد شوية تهدي النار تاني بقى، هتهدي النار بقى تاني عشان تستوي معاكي كويس. يعني تجيبي فراخ وسط، اقل حاجة تقعد معاكي في الفرن ساعة ونص، ده اقل وقت عشان ايه تضمني اللي هي استوت معاكي كويس. وهتاكلوا ان شاء الله احلى فراخ. الف هنا وشفا. متنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناه ومش مشتركين. اقول لكم تحطوا رشه زيت على الوش.